كلنا عارفين ان اول رئيس لمصر اسمه محمد نجيب، بس كتير مننا ما يعرفش جه ازاي ومشي امتى وايه حكايته مع جمال عبد الناصر وايه اللي حصل له اصلا. خد لك الحكايه دي في السريع. الرئيس محمد نجيب يا صديقي اتولد في السودان سنه 1901 لاب مصري وام سودانيه مصريه اسمها زهره محمد عثمان. ابوه كان فلاح بسيط في قريه من قرى كفر الزيات، ودخل المدرسه الحربيه، ولما اتخرج منها راح السودان وشارك في حملات استرجاع السودان سنه 1898، وهناك بيتجوز الحاجه زهره اللي ابوها اصلا كان في الجيش. يعني الرئيس محمد نجيب اتولد في اسره عسكريه جدا، ابوه وجده كانوا في الجيش. اتعلم نجيب يا صديقي في مدينه ود مدني في السودان، وحفظ القران وتعليم القراءه والكتابه، وبعدها ابوه يتنقل الى وادي حلفا ويدخل المدرسه الابتدائيه هناك، وبعدها يدخل كليه جوردون او جوردون ويتخرج منها. بس لا، السكه دي مش ماشيه معاه، الراجل عايز يبقى مناضل زي ابوه جده. نجيب بيقول يا صديقي في مذكراته ان هو في سنه تانية كليه كان المستر بتاع الانجليزي بيمليهم قطعه انجليزي يكتبوها، ومن ضمن القطعه دي جمله بتقول مصر تحكمها بريطانيا. نجيب يسكت، لا ما عجبوش الكلمه، وقام قال له مصر محتله من بريطانيا. ويقوم المستر قايل له غور من وشي، ده نجيب اللي بيقول كده، ويؤمر بجلده 10 جلدات على ظهره ويسكت وما يفتحش بقه. صمم نجيب يا صديقي انه بعد كده يدخل الكليه الحربيه، وبالفعل دخلها في القاهره سنه 1917، وبعد ما بيتخرج منها بعدها بسنه بيرجع السودان تاني وفي نفس الكتيبه اللي كان فيها ابوه، وبيفضل نجيب كده شويه رايح جاي بين مصر والسودان لحد ما بيستقر في مصر. وخليني اقول لك ان محمد نجيب كان اول ضابط في الجيش المصري معاه ليسانس حقوق وعامل دراسات عليا وبيحضر الدكتوراه كمان. وتيجي سنه 1929 ونجيب ساعتها في الجيش، ويصدر الملك قرار بحل البرلمان اللي كان حزب الوفد مسيطر عليه. وخليني اقول لك ان الملك وحزب الوفد ما كانوش صحاب قوي، يعني حزب الوفد كان واقف للملك زي اللقمه في الزور. عمنا نجيب يعرف بالموضوع ويقوم جاي عامل حركه غريبه جدا، يلبس لبس نوبي وينط فوق السطح بتاع مصطفى النحاس، ويقول لمصطفى النحاس طب ايه رايك ندخل الجيش عشان الملك يسمع للشعب ويرجع عن قراره. يقوم النحاس باشا معلمه درس هيكون سبب في تدمير حياته بعد كده، ويقول له لا يا نجيب يا ابني، ما ينفعش ندخل الجيش في الموضوع، وان الجيش لازم يبقى بعيد عن السياسه والام مصدر السلطات. وبيفضل يا صديقي نجيب يترقى في الجيش من رتبه لرتبه، وبيشارك في حرب فلسطين سنه 48، وبيتصاب اكتر من اصابه، منهم اصابه كانت خطيره جدا جنب قلبه لدرجه ان هم فكروه مات، بس بعد ما راح المستشفى لقوا عينه بتتحرك وان هو لسه عايش. اتعالج نجيب يا صديقي وبيرجع القاهره وبيتعين قائد لمدرسه الضباط، وبيكون قاعد قعده صفا كده وسط شويه ضباط بيثق فيهم اللي من ضمنهم عبد الحكيم عامر، وبيقول لهم ان العدو الحقيقي مش في فلسطين، العدو الحقيقي في مصر، وهنا يقصد الملك. يقوم عبد الحكيم عامر رايح جري على جمال عبد الناصر ويقول له الحق يا زعامه، مش ده يا جماعه؟ ايوه كده. وبيقول له لقيت لك كنز اسمه اللواء محمد نجيب. وخليني اقول لك يا صديقي ان في الوقت ده جمال عبد الناصر كان بدأ فعلا في تنظيم حركه الضباط الاحرار. هو بيقابل محمد نجيب وبيعرض عليه، ونجيب ما بيكدبش خبر وبيوافق فورا وينضم ليه. في كتابه مذكراتي بين السياسه والثقافه بيقول ثروت عكاشه، وده كان واحد من الضباط الاحرار، بيقول ان محمد نجيب كان واحد من الضباط المرموقين جدا في الجيش لاخلاقه وثقافته وشجاعته. الراجل كان لسه هيموت في حرب فلسطين، وان الحاجات دي كانت عامله له سمعه كويسه جدا بين الناس في الجيش. والحاجات دي برضه يا صديقي اللي خلت ناس كتير في الجيش تنضم ليهم. اول ما يعرفوا بالتنظيم يسالوا مين القائد بتاعهم، يعرفوا ان هو محمد نجيب، فينضموا وهم مغمضين. وبيقول المؤرخ العسكري جمال حماد، وده كان واحد من الضباط الاحرار برضه، ان الثوره دي كانت عمرها ما هتنجح لو مفيش محمد نجيب. ده ليه بقى؟ عشان سمعته الطيبه في الجيش والناس تعرفه كويس، وان الضباط التانيه كلهم لسه صغيرين محدش يعرفه. وبعد كده يا صديقي تيجي انتخابات نادي الضباط، وخليني اقول لك ان انتخابات نادي الضباط دي كانت اول درجه في سلم الثوره. الناس في التنظيم كانت شايفه ان الثوره دي مستحيل تحصل قبل سنه 1955، بس بعد الانتخابات دي ونجيب بيترشح ليها وبيكسب باكتساح، ساعتها الضباط عرفوا قيمتهم وعرفوا ان هم يقدروا يعملوا اي حاجه. نجيب يكسب باكتساح فالملك يزعل، ما هو المرشح اللي كان قصاد نجيب كان تبع الملك، فيقرر الملك بحل مجلس الاداره. في الوقت ده يا صديقي الدنيا كانت والعه في مصر، خصوصا بعد حريق القاهره وحادثه الاسماعيليه، فبيطلب محمد هاشم وده كان وزير الداخليه وقتها انه يقابل محمد نجيب ويساله هم الضباط مالهم وايه اللي بيحصل، في حركه غريبه في الجيش. فنجيب يقول له لا والله ما اعرفش، هو في حاجه؟ فيقول له في تنظيم بيتعامل ضد الملك وعرفنا اسم 13 ضابط وقبضنا على 8 منهم، فخلي بالك. وبيعرض على نجيب يا صديقي انه يبقى وزير الحربيه، بس نجيب حس ان في مخطط عشان يبعدوه عن الجيش فبيرفض. ويطلع يا صديقي محمد نجيب بسرعه على قيادات التنظيم ويبلغهم باللي حصل، وان هم لازم ينفذوا الثوره بسرعه والا مكانهم هيبقى في السجن. وبالفعل يا صديقي وبعد 5 ايام بس يتم تنفيذ الخطه. يوم 23 يوليو 1952 بتحصل الثوره يا صديقي، وبيتذاع بيان
الثوره بصوت السادات في الراديو، والملك ساعتها كان قاعد في اسكندريه، فطلبوا منه ان هو يتنازل عن العرش ويمشي في سلام. وبالفعل مشي الملك فاروق على سفينه المحروسه متجها لروما، وكبار الدوله بيودعوه. وبيتولى محمد نجيب رئاسه مجلس الوزراء بعد استقاله حكومه علي ماهر لحد يوم 18 يونيو 1953، ويجي باهم قرار في تاريخ مصر: الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، ومحمد نجيب رئيسا لمصر. يمسك نجيب بقى يا صديقي من هنا والاكشن كله يبدا، فركز معايا بقى عشان هتحلو. ولسه الراجل بيسمي وبيقول يا هادي يحصل اول صدام مع جمال عبد الناصر، عشان عبد الناصر كان عايز يرقي عبد الحكيم عامر اللي هو صاحبه من رتبه صاغ اللي هي رائد دلوقتي الى رتبه لواء، وكمان يبقى القائد العام للقوات المسلحه. وده يا صديقي ما ينفعش مع قواعد الجيش، لازم تترقى منصب لمنصب، رتبه في رتبه، فعشان كده بيرفض محمد نجيب. بس بعد الضغط عليه لمده 3 اسابيع بيوافق نجيب وبيعين عبد الحكيم عامر. طب نهدى بقى يا جماعه ونشوف بلدنا محتاجه ايه؟ لا، نرجع نختلف تاني. والخلاف المره دي يا صديقي عشان التنظيم كان عايز يعمل محاكمه للناس اللي كانت مع الملك، ويحط من ضمنهم اسم مصطفى النحاس صاحب النصيحه اياها، بس بيرفض نجيب اسمه يتحط معاهم. قالوا له بس كده، ده احنا عنينا يا ريس، امضي بس. وبعد ما يمضي يا صديقي يتفاجئ ان هم حطوا اسم مصطفى النحاس معاهم، وكمان صدر حكم بمصادره 322 فدان من املاك زينب الوكيل اللي هي مرات النحاس باشا. ما هو كتير برضه يا حاجه زينب، بتعملي ايه بكل ده؟ نجيب يا صديقي ما بيعجبوش التصرفات دي اللي بتخليه يقدم استقالته في 22 فبراير 1954. استنى بس يا عم نجيب، رايح فين؟ ما انتوا بتتدخلوا يا جماعه في كل حاجه ودي مش طريقه. طب طريق السلامه. وبيوافق يا صديقي المجلس على الاستقاله، وبيطلع بيان يقول فيه ان نجيب طلب سلطات اكبر من سلطاته، وان هم وافقوا على استقالته. الدنيا بتتقلب يا صديقي بعد البيان ده، ناس نزلت مظاهرات، ومش في مصر بس، في السودان كمان، والجيش اتقسم، في ناس معاه وفي ناس ضده. بالوضع ده يا صديقي الدنيا بتبوظ على الكل، والبلد داخله في حرب اهليه، عشان بعدها ب5 ايام بس يعلن مجلس الثوره، وتحديدا يوم 27 فبراير بعوده الرئيس مجددا. ويجي يا صديقي اليوسباشي رياض قائد الحرس الخاص بنجيب يقول له يا ريس نقبض عليهم ونتحفظ بيهم، ويعمل زي ما السادات عمل في ثوره التصحيح ويقبض على اعضاء التنظيم كله، وساعتها كانت فرصه الشعب واقف معاه. بس بيرفض عمنا نجيب، اصيل يا عم نجيب والله. نجيب بيعترف يا صديقي بعد كده انه ندم على القرار ده، وان هو كان لازم يعمل كده فعلا ويسمع كلام الراجل اللي قال له اعمل كده. المهم يا صديقي نجيب بيرجع الحكم، بس لسه الدنيا مش صافيه، وعمر اللي اتكسر ما هيتصلح. وتيجي بعد كده يا صديقي ازمه مارس، والمجلس يقدم النيه كويسه بعوده الاحزاب، وان هو مش هيعمل حزب، لا وكمان المجلس هيتحل في يوليو الجاي باعتبار ان الثوره خلصت وهم راجعين الجيش. بس في الحقيقه يا صديقي هم بيجهزوا الضربه القاضيه. في الوقت ده يا صديقي الملك سعود كان بيزور مصر، فاستغلوا ان نجيب مشغول معاه، والصحف تنشر ان في اتصالات سريه حصلت بين نجيب وحزب الوفد، وعينك ما تشوف الا النور. مظاهرات بقى في كل حته، ولا عايزين احزاب ولا برلمان، والدنيا باظت على الاخر. لا وكمان رئيس اتحاد عمال النقل صاوي احمد صاوي خلى الرجاله بتوعه يعملوا اضراب ومظاهرات، اهو منها تشيل حركه البلد ويبقى في مظاهرات شغاله. واعترف بعد كده صاوي احمد صاوي انه خد 4000 جنيه عشان يعمل المظاهرات دي. وبكده يا صديقي يكون المجلس ادى الضربه القاضيه لنجيب، ويطلع اغرب خبر ممكن تسمعه في حياتك: مجلس الثوره يقرر بقاء منصب رئيس الجمهوريه خاليا. ويرجع يا صديقي نجيب القصر يلاقي الضباط مش بيدوله التحيه العسكريه، في يا رجاله مالكم. هيحس يا صديقي نجيب ان في حاجه غلط، فيكلم جمال عبد الناصر ويقول له اللي حصل. فعبد الناصر يقول له هبعت لك عبد الحكيم عامر يشوف ايه الموضوع ويخلصه لك. ويجي عمنا عبد الحكيم عامر يقول له والله يا ريس مش عارف اجيبها لك ازاي، بس احنا شلناه ولازم تيجي معايا، هتقعد يومين كده في فيلا زينب الوكيل في المرج، ويحلف له ان هم يومين بس وهترجع بيتك تاني. فنجيب يقول له صادق يا عبد الحكيم يا اخويا، ويقعد 30 سنه في الفيلا دي. وبيطلع يا صديقي الرئيس محمد نجيب من القصر بكل هدوء، وبيروح الفيلا دي اللي بيكون عليها حراسه مشدده جدا. بيعرف ان في حرب، فبيبعت لجمال عبد الناصر ان هو عايز يشارك في الحرب حتى لو باسم مستعار، بس محدش بيرد عليه. ويفضل يا صديقي في الفيلا دي بين قرايه الكتب وتربيه الكلاب والقطط، لدرجه ان في كلب عنده مات دفنه في الفيلا وكتب عليه هنا يرقد اعز اصدقائي. ويفضل يا صديقي معتقل في الفيلا دي حوالي 30 سنه، يعني عبد الناصر جه ومشي والسادات جه ومشي وهو لسه محبوس في الفيلا، لحد ما تيجي سنه 1983 ويأمر الرئيس مبارك بتخصيص فيلا ليه في حي القبه، خصوصا ان الفيلا اللي كان قاعد فيها عليها مشاكل والورثه عايزينها، بس بيقول هخرج اروح فين بعد كل ده. عشان بعدها بسنه بالظبط يتوفى الرئيس محمد نجيب بعد ما جاله تليف في الكبد، ويتعمل له جنازه عسكريه يحضرها الرئيس مبارك بنفسه وكبار الدوله. بس يا صديقي لو اول مره تسمع الحكايه دي سيب لي رايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وبص على الحاجات القديمه.